السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده واحسن حال كده يا رب. النهارده فيديو جديد مختلف شويه، هعمل معاكم طاجن كده بسله بالفراخ، ان شاء الله يعجبكم. انا هنا كنت حطيت معلقتين من الزيت. بتنزلي كده بالفراخ الاول، بتديهم صدمه يعني تشويحه، يعني بتنزلي بكل الفراخ اللي عندك. انا هنا كنت عامله فرخه الا ربع، تمام. طبعا انا عامله على قد اسره بيتي، ممكن تزودي عادي. وهنا كنت حاطه بصلايه صغيره مقطعاها ناعم، بتحطيها برضو في معلقتين زيت وبتنزلي بيهم لعندي لما يتبالوا كده، ماشي. وبعد كده طبعا بتحطي البسله. انا كنت هدي الفراخ تشويحه وقلت كمان هدي البسله تشويحه كمان، عشان يعني بسوي كل حاجه النص كده عشان ما تاخدش وقت في الطاجن او كده، لازم تسويهم شويه. فهنا كنت بحط البهارات كده زي ما انتوا شايفين. بتنزلي بقى بالفلفل الاسمر، وبتنزلي كمان بمعلقه من الكمون. ممكن كمان تنزلي باي بهارات عندك، فراخ اي بهارات انتي تحبيها ممكن تنزلي بيها عادي، تحطيها كده عليها بتخلي طعمها حلو. بس ياريت ما تكتريش بهارات، لان بتضيع الطعم بتاع الفراخ اصلا. انا هنا كان البصل خلاص دخل معايا في المرحله دي، انا عايزاه كده. فبنزل بقى، كنت عامله كوبايه من البسله، كوبايه كبيره من البسله. طبعا زي ما قلتلكوا انا بعمل على قد اسره بيتي كمان، يعني احنا ما كلناش ده كله اصلا. فالمهم انا هنا كنت نزلت بالبسله، وهنا برضو كنت بظبط الملح كده. انا حطيت الملح بتاع الفراخ كمان، بظبط الملح بتاعه وبفضل اقلب فيه كده، مش يعني ايه على طول تقلبي فيه عشان ما يلزقش منك، تمام. وده كمان البسله كنت بفضل اقلب فيها كده كل شويه كمان، تفضلي تقلبي فيها كمان عشان ما تتحرقش منك او حاجه زي كده. وهنا كنت كمان بنزل هنا معلقتين من الزيت برضو. وهنا كانت خلاص، انا كنت خلصت الفراخ وحطيتها كده على الرخامه، وبعد كده استنيت البسله تنعمل شويه كمان. وبعد كده بتنزلي من بصلايه مكعبات كبيره، تكون مقطعه مكعبات كبيره، وكمان كام واحده كده من الفلفل برضو وعلى البصل، ماشي. بتفضلي تشوحيهم شويه الخضار بقى، تعملي البصل والفلفل تشوحيهم شويه مع بعض كده، ماشي، عشان برضو ما ياخدش معاكي وقت في السوا. هو كان كده شكله خلاص. وكده كان عندي دورق عصير كده طماطم. ودي الفراخ كان بعد ما خلاص كنت شوحتها شويه واديتها الصدمه، ودي البسله، ودي الطاجن كده اللي هعمل فيه. طبعا برصي كده البسله بحطها في الطاجن كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزه اقولكم ان كان طعمها تحفه بجد، جربوها والله. طبعا اللي ما عندوش طاجن ممكن يعملها عادي في صينيه وكده، بس يعملها بالطريقه دي هتبقى نفس الطعم جدا، بس الطاجن بيكون طعمها احلى، بيديها طعم احلى. لو عندك طاجن او حاجه ممكن تعملها في طاجن عادي، وممكن تعملها في صينيه مفيش مشكله. طبعا بفضل ارص بقى كل الفراخ عندي كده زي ما انتوا شايفين، برصها كلها. طبعا انا ما كنتش مسويه الفراخ، انا بس كنت مديها صدمه، هي لسه هتستوي في الطاجن اصلا. بترصي بقى الخضار اللي هو البصل والفلفل اللي انتي شوحتيهم مع بعض، ماشي. اللي عايزه تكتر عادي ممكن تكتر، انا كنت عامله الكميه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده بترصيها على الفراخ. ودي الشوربه اللي كانت نزلت من الفراخ، انا ما برميهاش، انا كمان بفضيها على الفراخ برضو. وبعد كده بتنزلي اخر حاجه بقى، بتنزلي بعصير الطماطم. ممكن لو عندك صلصه ممكن تستعملي صلصه عادي مكان عصير الطماطم. وممكن كمان صلصة اللي هي المعلبات ديت ممكن تعمليها برضو، تنزلي بيها تبقى طعمها حلو، يعني اللي موجود عندك تعمليه. وهنا كنت مسخنة الميكروويف وبعد كده حطيتها فيه. هنا طبعا هعمل معاكم الرز. هو مفيش حد يعني اكيد ما بيعرفش يعمل الرز، هو اسهل حاجه. طبعا لما كانش عندي شعريه فعملت رز ابيض، يعني مفيش حد يعني بنت او ست ما بتعرفش تعمل الرز، بس انا قلت هعمله معاكم برضو. طبعا انا بديه الاول تشويحه، ما بحطوش يعني على طول الميه بتاعته، بفضل اقلب فيه كده على طول باستمرار زي ما انتوا شايفين كده. كنت بظبط الملح بتاعه.
تفضلي بقى تقلبي فيه باستمرار عشان طبعا ميلزقش معاكي او كده. بعد كده بتنزلي بالمية بتاعته بس بتشوحيه شوية كده. انا هنا كنت خلاص يعني خلصت شوحتها، فقلت بقى هنزل بالمية بتاعته. وبكده خلاص انا كنت ظبطت المية بتاعته، هو مكانش خلاص عايز مية، انا قلت بس اظبطه كده. وزي ما انتوا شايفين كده ظبطت بس المية شوية كمان، وبعد كده خلاص غطيت عليه وخلاص. وهنا كنت بقلبه كده كده، كان اول تقليبة ليه. وبكده كان خلاص وانا كنت خلصت الرز وخلص معايا. لو فاكرين ده المخلل اللي كنت عملته معاكم، انا فتحت عليه لقيته استوى بصراحة، ما استحملتش يعني ان انا افتح عليه في رمضان، فقلت اخد كام واحدة كده منه، كان طعمه تحفة بصراحة. قلت اخد كده كام واحدة منه بقى اوريهولكوا كان شكله عامل ازاي كده، وكان طعمه تحفة وكان مستوي جدا. يعني هو كده بقاله تقريبا شهر كده. ودي الفراخ خلاص كان بعد ما هي خلصت، شفتوا شكلها كان عامل ازاي. طبعا كنت الفراخ كانت كتيرة في الطاجن، فطبعا بهدلت الطاجن من فوق كده زي ما انتوا شايفين يعني. وده كان الرز بعد ما خلاص خلصت. وده بقى قلت اعمل طبق سلطة كده معاكم زي ما انتوا شايفين كده. وده الليمون المخلل. وده زي ما انتوا شايفين كده شكل الطاجن بتاع الفراخ والبسلة بصراحة، وبيتكلم عن نفسه. ياريت تشتركوا في القناة، ويارب يكون الفيديو عجبكم.